الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وإليه ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإليه ترجعون. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه المتوالية على مر الظهور، ونستغفره من ذنوبنا التي أثقلت منا الكوائن والظهور. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نجدها يوم البعث والنشور. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أخرج الله به هذه الأمة من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما يترددان ونجد بركتهما يوم تتفاقم الأمور. أيها المؤمنون، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم إلى آخر الآية. فالله عز وجل بين لنا بهذه الإشارة بعدما بين لنا سبحانه وتعالى وحكى علينا قصة ميلاد عيسى عليه السلام. هذا الميلاد المعجز، هذا الميلاد المعجز الذي أوجده الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب، الذي يتحكم في الأسباب وهو خالق الأسباب. فهو سبحانه وتعالى يوجد الأشياء بسبب وبغير سبب. فإيجاد عيسى عليه السلام إيجاده بدون سبب. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب، وقد بين لنا ذلك في سورة أخرى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأوجده سبحانه وتعالى بدون أب، كما أوجد آدم بدون أب وبدون أم، وأوجد حواء وخلقها بسبب من رجل، وأوجد الكائنات كلها من رجل وامرأة. فهو سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنحن إيماننا واعتقادنا أن عيسى عبد الله، وأن الله سبحانه وتعالى أوجده سبحانه وتعالى بقول كن، أوجده من أمه وخلقه من أمه. وأن اعتقادنا أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه ليس إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة. وقد بين لنا سبحانه وتعالى كفر الذين يعتقدون ذلك. قال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا
إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وما نعتقده وفي كتابنا أيضا أن عيسى عبد الله وأنه تكلم في المهد، تكلم صغيرا في المهد قائلا لإعلان يعلن عبوديته لله، يعلن أنه عبد لله، كما قال سبحانه وتعالى لما ولدته أمه وجاء أولئك الناس يتهمونها فقال لهم اسألوا هذا الذي في المهد، هذا الولد الصغير، فقال وأعلن عن ذلك إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال أيضا سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالذين يحتفلون بعيسى إنهم يخالفون عيسى، إنهم يحاربون عيسى، إنهم لا يؤمنون لا بعيسى ولا بكتاب عيسى، بخلاف هذه الأمة المحمدية التي تؤمن بجميع الكتب وتؤمن بجميع الرسل، كما قال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالذي يؤمن بنبي هذا فليسمعها العالم، الذي يؤمن بنبي أو يؤمن بكتاب ويكفر بكتاب آخر أو يؤمن بنبي ويكفر بنبي إنما هو يرفض جميع الرسالات وجميع الكتب، لأن عدم إيمانك برسول واحد فأنت تكذب جميع الرسل وجميع الكتب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب أقوام أنبيائهم، يخاطب قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلون وما كذبوا إلا رسولهم الواحد، لكنهم لما كذبوا رسولا واحد كذبوا جميع الرسل. كذبت عاد المرسلين، لأنك حينما لا تؤمن بكتاب أو برسول فأنت تكذب جميع الرسل وجميع الكتب. أما اعتقادنا نحن المؤمنون ونحن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بجميع الكتب وبجميع الرسل، كما قال سبحانه وتعالى وهو يهدد الذين يؤمنون بكتاب أو رسول، الذين يؤمنون بكتاب أو رسول ويكذبون بالرسل أو بالكتب الأخرى التي جاءت. قال سبحانه وتعالى إن الذين يفرقون بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالنصارى الذين يقولون أننا نريد أن نحتفل بعيسى إنهم كاذبون، ولا يجب على المؤمنين أن يتبعوهم في احتفالهم، فالمؤمنون لهم شخصيتهم
إرادتهم وعزيمتهم، لأننا نؤمن بجميع الكتب لكن لا نؤمن بالكتب المحرفة. فهم حرفوا وبدلوا وغيروا في التوراة وفي الإنجيل وفي صحف موسى، والله عز وجل أخبرنا عن ذلك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. دوك القساوسة ديالهم والرهبان ديالهم تيجيبوا لهم الفلوس والمادة وتيغيروا ويبدلوا بهذيك الكتب والإنجيل والتوراة. لماذا أحبة الكرام؟ لأن جميع الرسل وجميع الكتب كلها جاءت تحث أصحابها الذين يؤمنون بها بأنهم ينبغي أن يؤمنوا بالرسول الخاتم. هذا سيدنا عيسى كما في أسفارهم أنه جاء بنعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمرا لأصحابه أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بينا قبل لما في الهجرة الأولى إلى الحبشة، والملك ملك الحبشة كان نصرانيا، فلما قرأ عليه جعفر ابن أبي طالب قرأ عليه صدرا من بداية سورة مريم، فبكى هذا الرجل الذي كان نصرانيا وكان يؤمن بالنصرانية حقا، فقال هذه الكلمة التي ينبغي أن يسمعها العالم وأن يسمعها النصارى وغيرهم. قال لهم إن الذي جاء به محمد والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، أي لا يخرج من مكان واحد. هذا قاله هذا الرجل الذي كان نصرانيا، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لما توفي هذا الرجل لأنه كان مؤمنا. إذا فأنت أخي الكريم أو أختي الكريمة، ينبغي لك إذا أردت أن تحتفل بالإسلام، والإسلام وينهاك أن تعيش وأن تتبع وأن تقتدي بالكفار، أن تقتدي بالنصارى، يعني باش تظلوا ديال حلوة أو لباس أو بما يسمى هذا بابلوي، أو كثير من الناس الذين لا يعرفون يعني القضية ديال الميلاد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أو البداية ديال الهجرة وفلقة البداية ديال السنة الميلادية، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. وتبقى في هذه الليالي يجتمع كثير من الكفار في بعض المدن المغربية فيحتفلون بالخمر وبالمنكرات وبالنساء وبالتبرج وبالزنا وبالاختلاط وبالأشياء الفاسدة التي نعرفها ونقرأها. هذا مخالف للشرع. وترى الناس في تلك الليلة، هذه الليلة ديال الميلاد، يقولون أو يظنون أنهم يحتفلون، لكن بماذا يحتفلون؟ بالمنكرات، بالخمر. كامل الناس أو كثير من الناس تلقاهم يعني سكران في هذه الليلة وغادر بالخمر ولا رقيب ولا حسيب. لماذا؟ لأن هذه الليلة هي ميلاد ولد عيسى الذي كان يحرم الخمر وكان يحرم الزنا وكان يحرم هذه الأشياء التي حرمها الإسلام. فالدين عند الله الإسلام. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه، اسمعوا أيها المؤمنون، جاء بصحيفة وهو يقرأها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذه الصحيفة؟ فإذا بها شيء من التوراة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم غاضبا: أو متهور أنت يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية
والله لو كان موسى بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعي. فجميع الأنبياء مأمورون بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن كرم نوح إلى آخر الآية حتى قال الله عز وجل: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالذين يتبعون عيسى إنما هم لا يتبعون لا عيسى ولا موسى ولا غير ذلك، لأن هذا القرآن الذي بين أيدينا جاء مصدقا لجميع الكتب ومهيمنا عليها كما أخبر الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأنت وأنا ونحن جميعنا لا يكمل إيماننا ولا يكون إيماننا حقيقيا إلا إذا آمنا بعيسى وآمنا بموسى وآمنا بجميع الأنبياء وآمنا بجميع الكتب المنزلة غير المحرفة. لا يكمل إيماننا حتى نؤمن بهذه الكتب. أما الذين يعتقدون بأن موسى هو ابن الله أو بأنه ثالث ثلاثة فهؤلاء كذابون، أو يعتقدون بأنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. فلذلك يقول هذا الشاعر وهو يبين وهو يخاطب النصارى قائلا لهم يخاطبهم بهذه الكلمات وهو يقول لهم: أخبرونا يا عباد المسيح، لنا سؤال نريد إجابته ممن وعاه. نريد إجابته، لنا سؤال نريد إجابته ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ لأن اليهود ظنوا بأنهم يريدون قتل سيدنا عيسى ورفعه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء اليهود الذين يحاولون أن يكونوا يدا واحدة مع النصارى. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غزاه، وشق المولود فرجا صغيرا وهو ضعيف فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله؟ يأكل ويشرب ثم يأتي بلازم ذلك وأنتم تعلمون لازم ذلك فهل هذا إله؟ تعالى الله عما يقول النصارى وسيسألون يوم القيامة عما افتروا. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. فكل من يتبع النصارى ويقلدهم إنما يتهم إسلامه الذي يؤمن به، لأن الدين عند الله الإسلام، والله عز وجل قرر بأنه لا يريد إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا بل يأمرنا أن نخالف اليهود والنصارى في كل شيء. فقد وصل الرسول إلى المدينة المنورة ووجدهم يصومون يوم عاشوراء، فأخبر لماذا يصومون؟ قال لأنه اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من بطش فرعون ومن الغرق. فقال له الرسول: نحن أولى بموسى منهم. فكان الرسول يصوم ذلك اليوم، وأمر أن نصوم يوم عاشوراء ويوم تاسعاء مخالفة لليهود. فأنت حينما تشهد عيد ميلادهم أو تحتفل بذلك فأنت تشهد شهود زور، لأن هؤلاء الناس لا يقومون بحق، فأنت تشهد يعني شهود زور. وقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه البخاري، وهو يحذرنا أن كثيرا من أمته سيقلدون الكفار، وسيرون بأن ما عند الكفار هو الحضارة وهو التقدم، بأن كثير من شبابنا وكثير من نسائنا اللي هما من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم غادي أنهم هما نهار عندهم شخصيتهم، فيرون أن الحاجة اللي يفعلها اليهودي ولا النصراني هي اللي تتبان عندهم تقدم وحضارة، ودائما أنه يتهم المسلمين. ماذا فعل المسلمون؟ التقدم والحضارة هي عند اليهود والنصارى، فهو دائما يقلدهم في لباسهم، في أكلهم، في شربهم، في لباسهم، في جميع حركاتهم. لأنك حينما تمثل شيئا أو حينما تقتدي بشيء فإنك تحبه. هذا ينبغي أن يفهمه كل إنسان. بعض الخطرات تلقى شي شاب يعني أنه معجب بشي إنسان كويس، ولا شي بنت معجبة بشي مغنية، تلقى تلبس حتى اللباس ديالها، حتى المشطة ديالها ديال الشعر ديالها، حتى المشية ديالها. علاش؟ لأنها تحبها. كذلك كثير من شبابنا فاش يحب يعني كواري ولا يحب إنسان مغني، اللباس ديالو والكلمة ديالو وجميع لأنه يحبه. وأنت مطالب بأن يكون محبوبك وقدوتك هو رسول الله، أليس كذلك؟ هو قدوتك وأسوتك ومحبوبك، ينبغي أن تقتدي به. فأنت حينما تقتدي باليهودي أو النصراني فإنك تفقد شخصيتك وتفقد هويتك، وتريد أن تقلد الآخر، لأنه لا قيمة لشخصيتك عندك ولا قيمة لهويتك عندك، فأنت تقلد. ولذلك حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، واسمعوا أيها المؤمنون، حيث يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. بالله عليكم شوفوا الجحر ديال الضب، يعني نزيد. ولكن سلوك لما يدخلوا اليهودي والنصارى تيصير عنده هو كعبة. علاش؟ لأنه دخلوا اليهود أو النصراني، حتى لو دخلوا جحر ضب لو دخلتموه. وفي رواية لغير البخاري: حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه.
كثير من الناس يباهي بزوجته، تيزين الزوجة ديالو ويجملها ويمشي الفنادق ويمشي. علاش؟ باش يقتدي بالكفار. حتى هو ها الزوجة ديالو يشوفوها، ها البنت ديالو يشوفوها، ها هي يعني إعلان، يعلن ويخرج زوجته وهو مسلم أو ربما حاج أو ربما حافظ للقرآن. وآخر الحديث يقول لهم الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم هل اليهود والنصارى؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أيضا؟ يعني اليهود والنصارى. وعيسى عليه السلام هذا النبي المبارك سينزل في آخر الزمان، سينزل في آخر الزمان، وهو من العلامات الكبرى التي هي من علامة الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى، ومن العلامات الكبرى الدجال وخروج ياجوج وماجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك من العلامات. فالعلامة الصغرى ظهرت والعلامة الكبرى نحن على إثرها. ومن العلامات الكبرى نزول عيسى عليه السلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم وهو عيسى حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويزيل الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذه رواية الإمام مسلم. وفي رواية أخرى للبخاري لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا فيضع الحرب ويفيض المال. هذا المال اللي تزحت عليه الناس قد يفيض حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قرأ راوي الحديث الذي هو أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. آنذاك يؤمن به كثير من النصارى ويؤمن به يضع الجزية، لا تبقى هناك جزية إلا الإسلام أو السيف، فيحكم وينزل عيسى في دمشق بين المنارتين مزدوجتين في مكان معروف فيصلي خلف رجل يعرفه، يعني حينما تقام الصلاة فيلتفت الإمام فيعرف عيسى عليه السلام بأوصافه، فيقول هذا الإمام في هذا المسجد لعيسى تعالى وصل بنا، فيقول عيسى لا إن بعضكم على بعض، يعني تكرمة الله هذه الأمة. فيصلي عيسى عليه السلام مأموما مع هذا الإمام، يصلي مأموما على هذا الإمام لأنه كان يحب أن يكون من هذه الأمة كما قال الحافظ ابن حجر لما رأى ما أعد الله وأعطى الله عز وجل لهذه الأمة تمنى أن يكون هذه الأمة، وهو لم يمت بل رفعه الله عز وجل إليه لما أراد اليهود قتله، فقال الله عز وجل بل رفعه الله إليه وهو ينزل يعني في آخر الزمان. لذلك أيها الأحباب الكرام لا بد لنا بصفتنا مسلمين أن نعتز بإسلامنا وأن نعتز بديننا وأن نعتز بهويتنا وأن نتيقن بأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا وأنعم علينا بأننا نؤمن بجميع الكتب ونؤمن بجميع الرسل بخلاف اليهود والنصارى الذين يكفرون
سيدنا محمد، أو بخلاف النصارى الذين يكفرون بسيدنا محمد. ونحن جميعنا نؤمن بجميع الكتب وبجميع الرسل. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث سيد الأولين والآخرين. أكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفق اللهم عبدك أمير المؤمنين محمد السادس لباقي الخير للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا القوة لاتباعه، أرنا الباطل باطل وارزقنا القوة لاجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.